فيلمنا النهارده بيبدأ بعصابة الأشرار وهم بينفذوا عملية سرقة للبنك الرئيسي، واللي بعد ما بيسرقوا خزنة البنك بيطلعوا بسرعة يركبوا عربيتهم علشان يهربوا بيها، وساعتها بتبدأ عربيات الشرطة إنها تطاردهم، وبتبدأ ويبس اللي بتكون مسؤولة عن عمليات الاختراق بتاعة العصابة إنها تخترق إشارات المرور وبتفتحها لهم كلها علشان يقدروا إنهم يهربوا بسرعة، وبيبدأ واحد من العصابة اسمه شارك إنه يحاول يعطل عربيات الشرطة، وبنعرف إن شارك بيكون خبير التنكر في العصابة، وبنشوف آخر فرد في العصابة واللي بيكون اسمه بيرانا، وبعدها بتظهر العصابة وهي بتحاول تفتح الخزنة، ولما بيقدروا إنهم يفتحوها بيروحوا بيها لمركز الشرطة علشان يضايقوا بيها قائدة الشرطة واللي بتكون عاوزة تقبض عليهم بأي شكل، وبتبدأ قائدة الشرطة إنها تطاردهم، ولكن وقتها بتقدر العصابة إنهم يهربوا منها، وبيروحوا لمقرهم واللي بيكون في مكان مجهول مفيش أي حد يعرفه، وهناك بنشوف ذهب وفلوس كتير جدا، واللي بتكون العصابة جابتها من كل عمليات السرقة اللي قامت بيها، وبعدها بيبدأوا العصابة إنهم يحتفلوا بعيد ميلاد سنيك، واللي بيبان عليه إنه بيكره أعياد الميلاد، ولما بيروح وولف يقعد قدام التلفزيون بيلاقي الأخبار كلها بتتكلم عنهم وعن عملية السرقة اللي هم قاموا بيها، وبتظهر رئيسة المدينة اللي اسمها ديان وهي بتتكلم عنهم، وبتقول إنهم صعبانين عليها جدا لأنهم بيعملوا كل ده علشان الناس تهتم بيهم، فبتتضايق العصابة جدا من كلامها، وبتكمل ديان كلامها وبتقول إنها هتهدي جايزة الدولفين الذهبي لأفضل مواطن في المدينة، وبيظهر إن وولف متضايق من كلامها، وبيفضل يفكر في طريقة يقدر بيها إنه ينتقم منها، وبيقترح على باقي أفراد العصابة إنهم يسرقوا جايزة الدولفين الذهبي، لكن وقتها بيرفض سنيك وبيقول لهم إن أي شخص حاول إن يسرق الجايزة دي ده بالحال في السجن، ولأن وولف عارف إن سنيك بيحب أكل الهامستر بيقول إن اللي هيستلم الجايزة دي هيكون هامستر واسمه مارميلاد، وساعتها بيوافق سنيك وبيتفقوا على ميعاد العملية، ولما بيجي ميعاد الحفلة اللي هيتم فيها تسليم جايزة الدولفين الذهبي بتروح العصابة على الحفلة وهم متنكرين علشان محدش يعرفهم، وهناك بيقول لهم وولف إنهم هيحتاجوا كارت قائدة الشرطة علشان يعدوا من أول باب، وكمان هيحتاجوا بصمة عين ديان علشان يعدوا من تاني باب، وبيروح وولف لديان وبيتعرف عليها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما بتحكي له ديان عن العصابة اللي سرقت البنك، وبتقول له إنهم أغبياء جدا، وبتكون ديان مش عارفة إن وولف يبقى زعيم العصابة، وبتكمل ديان كلامها وبتقول لوولف إنها حاسة إنها هتقبض على العصابة دي قريب جدا، فبيتصدم وولف لما بيشوف إن ديان واثقة من كلامها، وبياخد معاها صورة علشان يقدر بيها إنه ينفذ عملية السرقة، وبعدها بيروح وولف لأفراد العصابة علشان يبدأوا في تنفيذ خطتهم، وبيروح كل فرد من العصابة لمكان الجايزة، وبتقدر ويبس إنها تخترق نظام المكان وبتقول لهم يتحركوا بسرعة، وبيروح وولف وبيخبط في قائدة الشرطة اللي ما بتقدرش إنها تتعرف عليه، وبيسرق وولف منها كارت الدخول من أول باب، وبيفضل وولف طول ما هو ماشي إنه يسرق مجوهرات من كل ضيوف الحفلة لحد ما بيوصل لست عجوزة، ولما بيجي وولف يسرق منها مجوهراتها بتقع الست العجوزة دي من على السلم، فبيلحقها وولف قبل ما تقع وبيساعدها، فبتشكره الست العجوزة وبتقوله إنه هو شخص لطيف وطيب، فبيفرح وولف جدا من كلامها وبيحس إنه عمل حاجة كويسة، وبعدها بيروح وولف هو وبيرانا وبيعدوا من أول باب، وبيضربوا الحراس اللي على الباب التاني وبيستخدموا صورة ديانا علشان يطلعوا منها بصمة العين بتاعتها، وبيقدروا إنهم يعدوا من الباب وبيوصلوا أخيرا للمكان اللي فيه جايزة الدولفين الذهبي، وهناك بيقابلهم سنيك وبيبدأوا كلهم سوا عملية السرقة، لكن فجأة بيظهر نظام أسلحة متطورة لحماية الجايزة وما بيكونش العصابة عارفين عنه أي حاجة، وبتكون ويبس هي كمان أول مرة تشوف نظام أسلحة متطور بالشكل ده وما بتكونش قادرة إنها تعطله، وفي اللحظة دي بتبدأ الحفلة وبتبدأ رئيسة المدينة إنها تفتح الستارة عن الجايزة، فبتحاول ويبس إنها تعطل نظام الأسلحة بأقصى سرعة، وقبل ما تتفتح الستارة بثواني بتنجح ويبس إنها تعطل نظام الأسلحة، وبتنجح باقي أفراد العصابة إنهم يسرقوا الجايزة، لكنهم قبل ما يخرجوا بيسمع وولف كلام مارميلاد عن الخير وبيتأثر بيه، وفي نفس الوقت بتتعرف على وولف وباقي العصابة وبتحاصرهم القائدة هي وكل رجال الشرطة اللي في المكان، وبيقبضوا عليهم وبياخدوهم على عربية الشرطة، وساعتها بيستخدم وولف ذكائه علشان يخرجوا من المشكلة اللي هم فيها، وبيكرر كلام مارميلاد اللي هو سمعه في الحفلة عن الخير، وبيطلب منهم إنهم يدوهم فرصة أخيرة هو وعصابته إنهم يكونوا كويسين، وفعلا بتنجح خطته، وبيقول مارميلاد لديانا إنهم لازم يدوهم فرصة تانية علشان يعملوا تجربة ويقدروا إنهم يحولوهم فيها من أسوأ عصابة في المدينة لأشخاص طيبين، وبيتفق مارميلاد مع ديانا إن هو هيبقى المسؤول عن تعديل سلوكهم لحد ميعاد الحفلة اللي جاية، ولما بيرجع وولف العربية بيكون باقي العصابة مستغربين من اللي هو عمله، فبيقول لهم وولف إن كل ده من ضمن الخطة وإن هم هيعملوا نفسهم طيبين لحد ميعاد الحفلة اللي جاية، وساعتها هيقدروا إنهم يسرقوا الدولفين الذهبي ويهربوا، وبتكون أفراد العصابة معجبين بخطة وولف وبيوافقوا كلهم عليها، وبعدها بتروح العصابة لمارميلاد في القصر بتاعه علشان يبدأوا يتدربوا معاه، وبتكون أول حاجة بيحاول مارميلاد إن هو يعلمها لهم هي المشاركة، وبيظهر إن سنيك مش قادر إن يكون شخص كويس وبياكل الآيس كريم لوحده، وبيحاول مارميلاد بعدها إن هو يجرب معاهم طريقة تانية، وبياخدهم علشان ينقذوا قطة وينزلوها من على الشجرة، لكنهم وقتها بيعملوا العكس تماما وبيخوفوها، وساعتها بيسألهم مارميلاد عن المهارة اللي هم كويسين فيها، وده علشان يديهم مهمة تناسبهم، فبيقولوا له أفراد
أفراد العصابة إنهم كويسين في عمليات الاحتيال والسرقة، وساعتها بيقرر ميرميلد إن هو هيخليهم يسرقوا شركة معينة، وده علشان يحرروا الهامستر اللي موجودين فيها لأنهم بيعملوا عليهم تجارب، وبيقول لهم إنهم بكده هيكونوا أنقذوهم وحسنوا صورتهم قدام الناس. وفعلا بتبدأ العصابة إنها تسرق الشركة، وبيعرفهم ميرميلد الطريق للهامستر، وبيطلب ميرميلد من المصورين إنهم يركزوا على الباب علشان يشوفوا العصابة وهي بتعمل خير. لكن فجأة بتطلع أفراد العصابة من الباب وبيكون باين عليهم إنهم بياكلوا الهامستر مش بينقذوهم، وبينزل الخبر في الجرايد وبينتشر في المدينة كلها. وبتتضايق ديان جدا وبتقول لميرميلد إنها هتنهي التجربة بتاعته وهتوديهم السجن. فبيروح وولف بسرعة وبيتكلم مع ديان وفعلا بيقنعها إنها تغير رأيها، وبتقول له ديان إنها هتديهم فرصة تانية. وبيظهر بعدها وولف وهو بينقذ قطة متعلقة على الشجرة، وبيبقى واضح جدا إن تصرفات وولف بدأت تتغير للأحسن. وفجأة بيطلع ميرميلد من المكان اللي كان مستخبي فيه علشان يصور وولف وهو بينقذ القطة، وبيقول ميرميلد لوولف إن الناس معجبة جدا بالفيديو اللي هو عمله. وبيكمل كلامه وبيقول إن هو بدأ يكون شخص كويس، وبينصحه إنه يبعد عن صحابه. وبيظهر سنيك من بعيد وبيكون سامعهم، ولما بيرجع سنيك للأوضة بيتكلم مع وولف وبيسأله إذا كان كل ده من ضمن الخطة. فبيقول وولف إن هو صاحب الخطة من البداية، وإن هو أكتر واحد ملتزم بيها، وإنها لو اتغيرت أكيد هيعرفهم. وبعدها بفترة بيجي ميعاد الحفلة، وبتبدأ العصابة إنها تخطط لعملية السرقة وهم في العربية. وبتكون الخطة عبارة عن إن سنيك هو المسؤول إن هو هيجيب الكود اللي هيفتحوا بيه صندوق الجايزة، واللي بيكون موجود في شنطة مربوطة في إيد قائدة الشرطة، وإن شارك هيكون معاه الدولفين المزيف، وإن بيرانا مسؤولة عن تركيب جهاز التشويش على خطوط الكهرباء علشان تستغلها ويبس في إنها تتحكم في النظام كله، وإن في ميعاد ما العصابة هتطلع على المسرح علشان تقول كلمة للناس، وهيطفي وقتها وولف النور ويروح سنيك يكتب الكود ويسرق الدولفين ويبدله بالدولفين المزيف اللي مع شارك، ويمشوا بعدها من الحفلة ويسيبوا العلامة بتاعتهم على الشاشة. وبيظهر وقتها إن العصابة كلهم معجبين بخطة وولف، ولما بتوصل العصابة لمكان الحفلة بيتفاجئوا من الناس اللي بترحب بيهم، وبيظهر إنهم حبوهم. وبعدها بتدخل العصابة لمكان الحفلة علشان يبدأوا العملية، وبيروح سنيك علشان يجيب الكود زي ما اتفقوا، ولكن فجأة بتقفل القائدة على ديل سنيك وهي مش واخدة بالها، وبتمسكه هو بدل الكاس اللي جنبها. فبيضطر بيرانا إنه يلاني على المسرح علشان يلهيها عن سنيك، وساعتها بتطلع كل أفراد العصابة على المسرح وبيبدأوا يساعدوه، وبينجحوا فعلا في إنهم يلهوها عن سنيك اللي بيقدر إنه يفتح العلبة تاني وياخد منها الكود. والغريب إن اللي هم عملوه ده بيخلي الناس تتفاعل معاهم وتتبرع للحفلة الخيرية بفلوس كتير جدا. ومن ناحية تانية بتنجح ويبس في إنها تسيطر على شبكة الكهرباء كلها، وبتيجي لحظة التنفيذ وبيقدموا مارملت للناس، وهو بيقول إن الحفلة دي حققت أكبر كمية من التبرعات قدروا إنهم يلموها عن أي حفلة اتعملت. وساعتها بيغير وولف رأيه في آخر لحظة وبيقرر إنه ما يطفيش النور، وبيسلم الدولفين الذهب الحقيقي لمارملد على عكس اللي هو اتفق عليه مع أصحابه. لكن فجأة بيطفي النور عليهم وبيختفي النيزك اللي بيرمز للخير في المدينة بتاعتهم، وساعتها بتشك كل الناس في وولف وعصابته، وبيقولوا إن هم أكيد اللي سرقوا النيزك. وفجأة بتظهر علامة العصابة على الشاشة، بيتأكد كل الناس إن عصابة الأشرار هي اللي ورا سرقة النيزك، وبتبدأ الشرطة اللي في المكان إنه تطارد العصابة علشان يمسكوهم. وساعتها بيروح وولف لديان وبيديها ورقة وبيقول لها إن هو هيرجع كل حاجة لوضعها الطبيعي، وبيحاول بيرانا إنه يهرب العصابة من المكان، لكن بيقع الخطاف بتاعه على شارك وبيغمى عليه. وساعتها الشرطة بتيجي وبيتقبض عليهم وبيحبسوهم، وبعدها بيدخل لهم مارملد العربية، ولما بيجي يتكلم معاهم بيحسوا وولف إنه سمع طريقة كلامه قبل كده، وبيفتكر إن طريقة كلامه هي نفس طريقة كلام الست العجوزة اللي هو قابلها قبل كده في الحفلة. وبيفهم وولف إن كل اللي حصل ده كان خطة مارملد هو اللي مدبرها، وبيبدأ وولف إن يقول لأصحابه إن مارملد اداهم الفرصة دي من البداية علشان يستغلهم، وإن لما كان كل التركيز عليهم في الحفلة هو اللي كان بيسرق النيزك. وساعتها بيظهر مارملد على حقيقته، وهي إنه شخص شرير فعلا، وبيقول لهم إنه سرق النيزك لأنه مصدر طاقة كبير جدا، وإن هو هيستغل القوة بتاعته علشان يعمل أعظم عملية سرقة في العالم. فبيتعصب وولف وبيبدأ إنه يهاجمه، لكن وقتها بيستغل مارملد الفرصة تاني وبيفتح الباب بسرعة، وبيظهر للناس إن وولف واللي معاه ما اتغيروش ولا عمرهم هيتغيروا. لكن ديان بتحس إن في حاجة غلط وما بتصدقش كلام مارملد، وبتروح بعدها تقرا رسالة وولف اللي بيكون محدد لها فيها مكان المخبأ السري بتاعهم. ولما بتروح ديان هناك بتلاقي فيه كل الذهب والفلوس اللي هم سرقوها قبل كده. ومن ناحية تانية بتكون عصابة الأشرار وصلت للسجن، وبيكون سنيك متضايق جدا من وولف لأنه خرب عليهم السرقة بتاعتهم وخلاهم يتسجنوا، وبيقول إن هو سامع مارملد وهو بيقول لي يبعد عنه، لكنه ما كانش متخيل إن هو يعمل كده ويخونهم في العملية. فبيدافع وولف عن نفسه وبيقول إن هو ما عملش كده، وإن هو كان عاوزهم يتغيروا للأحسن. لكن سنيك مش بيصدقه وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. وفجأة بيظهر شخص مقنع من بره السجن وبيبدأ إنه يضرب كل الحراس وبيهاجم
بيحبسهم في زنزانة، وبيروح لولف وأصحابه علشان يهربهم من السجن، وبنكتشف وقتها إن الشخص المقنع ده هو ديان، وبنعرف إن هي المجرم الخطير اللي سرق الجايزة زمان واللي اختفى بعدها لفترة طويلة وبطل سرقة. وبتقدر ديان إنها تهربهم من السجن وبتقول لهم إنها أنقذتهم لأنها حست إن في حاجة غلط، وإنها عرفت إن النيزك اللي اتسرق ده عبارة عن مصدر طاقة كبيرة جدا. ولما بيوصلوا كلهم للمدينة بتطلب ديان مساعدتهم علشان يقدروا يوقفوا مارميلد، فبيقول لها وولف إنهم هيساعدوها، لكن سنيك بيرد عليه وبيقول له إن العصابة انتهت وإنهم مش هيشتغلوا مع بعض تاني. وبيكون ده برضه هو نفس رأي باقي الفريق، وبيسيبوا وبيمشوا. ومن ناحية تانية بنشوف مارميلد وهو بيشغل الجهاز بتاعه من طاقة النيزك، وبنعرف إن الجهاز ده مهمته هي السيطرة على عقول الهامستر. وفعلا بينجح مارلين في السيطرة على كل الهامستر اللي في المدينة وبيجمع جيش كبير جدا منهم. وبنرجع تاني لوولف وهو بيتكلم مع ديان وبيكون متضايق جدا إنه خسر صحابه. وبتعرف ديان من الجهاز بتاعها إن الهامستر كلهم متجمعين في المدينة، وبيفهموا ساعتها إن مارميلد بيتحكم في عقولهم علشان يسرقوا فلوس التبرعات، وإن دي تعتبر أعظم سرقة في التاريخ لأن قيمتها $1,000,000. فبيقرروا وولف وهو وديان إنهم يوقفوه ويسرقوا النيزك منه. وفي الوقت ده بتكون باقي العصابة وصلوا للمخبأ بتاعهم، وبيتصدموا لما بيلاقوا كل الحاجات اللي هم سرقوها اتسرقت. فبيتعصب سنيك جدا، ووقتها بيروح له شارك وبيديله الايس كريم بتاعه علشان يهديه، واللي بتكون مفاجأة لاصحابه لان دي بتكون اول مرة شارك يعمل فيها حاجة كويسة. وساعتها بتقول لهم ويبس ان كلام وولف كان صح وانهم ممكن يتغيروا، لكن بيكون سنيك مش موافق على كلامه وبيكون مصمم على رأيه وانه عمره ما هيكون شخص كويس، وبيسيبهم وبيمشي. وبنروح بعدها لمارميلد بعد ما قدر انه يسيطر على كل عربيات التبرعات وقدر ان هو يسرقها. وبيوصل وولف وديان للمقر بتاع مارميلد، ولما بينزلوا بيشوف وولف جايزة الدولفين الذهبي وبيروح علشان ياخدها، لكن فجأة بيطلع ان ده فخ من مارميلد وبيقدر بيه ان يمسكهم هما الاتنين. وبيعرف مارميلد كمان ان ديان هي الراجل المختفي وبياخد منها جوهرة غالية جدا كانت سرقاها من زمان. وبيتضايق وولف لما بيلاقي ان سنيك هو اللي عرف مارميلد ان هما رايحين يسرقوه، وقبل ما بيسيبهم مارميلد ويمشي بيأمر المساعد بتاعه انه يقتلهم. ولكن ساعتها بتوصل العصابة في اخر لحظة وبتنقذهم، وبيروحوا كلهم سوا علشان يسرقوا النيزك. وفعلا بيقدروا انهم يعملوا ده وبيهربوا بسرعة، ولكن بيكون مارميلد لسه مسيطر على الهامستر. وساعتها بتقرر العصابة انهم يسيطروا على العربيات، وبيبدأوا ان هم يحطوا اجهزة على كل العربيات، وبتقدر ويبس بالاجهزة دي انها تسيطر على كل العربيات وبتوقفها وتغير اتجاهها تاني للاماكن اللي كانت هتوصل لها الفلوس. وبتقرر العصابة انها تروح للشرطة علشان تسلمهم النيزك، لكنهم بيغيروا رأيهم وبيقرروا انهم يرجعوا سنيك الاول علشان يحضر معاهم التسليم ده. ولما بيروحوا كلهم علشان يرجعوه بيظهر مارميلد وبيأمر جيش الهامستر انه يطاردهم، وبيبدأ انه يهددهم انهم لو ما رجعوش النيزك ليه هيقتل سنيك. فبيتفق وولف مع مارميلد انه يسيب سنيك الاول وانهم بعدها يسلموه النيزك. فبيتعصب مارميلد وبيرمي سنيك من الطيارة، فبيضحي وولف بالنيزك علشان ينقذ صاحبه، وبيجري بسرعة وبينط من على الجسر وبيقعوا كلهم في نص المسافة. وبتنفجر العربية اللي بتخلي جهاز مارميلد يتدمر هو كمان، وبيفقد مارميلد السيطرة على جيش الهامستر كله. ولما بتطلع العصابة على الجسر بيقرروا انهم يسلموا نفسهم وما يهربوش تاني. ولما الصحفيين بيشوفوا النيزك مع مارميلد بيفتكروا ان هو اللي رجعه تاني، فبيستغل مارميلد الفرصة وبيقول لهم انه نجح في انه يقبض على العصابة ويرجع النيزك، وانه علشان يحافظ عليه هياخده للمقر بتاعه. ولكن فجأة بنكتشف ان النيزك طلع مزيف، وان سنيك لما راح يتعاون مع مارميلد كان ناوي إنه يساعد وولف من البداية، وانه لما خد جهاز التحكم في الهامستر من مارميلد علشان يجربه خلى الهامستر يبدله النيزك الاصلي بنيزك تاني مزيف. وساعتها بيقع النيزك اللي كان سنيك مخبيه على مارميلد، اللي بتقع منه الجوهرة اللي كان واخدها من ديان. وساعتها بتمسكها قائدة الشرطة وبتعرف انها الجوهرة المشهورة اللي كانت مسروقة، وبتفهم ان مارميلد هو المجرم الخطير اللي سرقها زمان وبتقبض عليه. وبعد ما بتخلص عصابة وولف مدة حبسها بتروح لهم ديان بالعربية بتاعتها، واخيرا بتبدأ العصابة صفحة جديدة.